انا مش عارفه ازاي ابطل اقارن بين ولاد، واحد هادي جدا ومريح، تاني شقي ومبهدلني في كل حته. دي رساله جات لنا من وده فعلا تحدي عند ناس كتير، واكيد هحاول ما اقولش انه لازم تعرفي ان كل طفل مميز وتكتشفي قدراته ومواهبه وامكانياته، عشان اكيد هي عارفه الكلام ده بس مش عارفه ممكن تطبقه ازاي. هشارككم بكام نقطه عمليه اتعلمتهم يمكن تقدر تساعد. نخلي بالنا من التصنيف، لاننا كاننا احنا مرايه الطفل، فلو احنا دايما بنقول له انت عنيد وشقي ودايما مبهدلنا، هيتقبل ده ويشوف نفسه عنيد وشقي وهيكمل يبهدلنا. نقول الكلام صح، ما اسمهاش شقي، اسمها بيحب الحركه، ما اسمهاش رغاي، اسمها عنده فضول عالي، ما اسمهاش صوته مزعج وعالي، اسمها عنده حماسه عاليه بتبان من نبره صوته. ناخد وقت كافي ندرب الطفل على الحاجه اللي احنا عايزين نعلمها له، ونفكر مع بعض في حلول تساعده وتساعدني من غير ما نغير شخصيته اللي كلها حركه ونشاط. حاجه مهمه جدا، نفكر نفسنا ان الاخطاء جزء من رحله التعلم، فلو ما فيش اخطاء ما فيش تعلم. نركز على نقط القوه عند الطفل، نشوف ايه هي نقط القوه عند الطفل ونبدا نركز عليها ونعززها. فلو هو حركي وما بيعرفش يذاكر وهو قاعد، نفكر في طرق تساعده يذاكر وهو بيتحرك، وصدقوني هو هيبقى مركز كويس وهو بيتحرك اثناء المذاكره. وازاي في بعض المواقف نبقى قادرين نوفر له انشطه تشغله بس تكون مناسبه لشخصيته. لو عندكم افكار تاني ممكن تساعد اكتبوها لنا في الكومنتات.